معلش البتاع كانت مشبره. وبعدين بكسر الاسباجيتي مش طويله قوي لان بتزهقك وهتفضل تقع من الحله وتنط من الحله كل شويه. وبعدين بسقيها ميتها اقل من الرز لان المكرونه مفرغه فبتاخد مكان كبير. بتغلي اول غلوه وبوطي عليها وبسيبها تستوي كويس. نيجي هنا حمرنا البصل اهو، حمرت بصل كتير للنهارده وبكره. في حاجه تانية بعملها جنب الكشري اللي هي سلطه كنت انا اكلتها في محل في الدقي وكانت عجبتني قوي جنب الكشري، بينزلوها جنب الكشري في محل مشهور في الدقي. عباره عن طماطم وفلفل رومي وفلفل حامي، وبتحط تعصري ليمونه، تحط شويه كمون وشويه ليمون وشويه خل، كمون وليمون وخل وطماطم وفلفل نوعين. جيت هنا عملت شويه البتنجان دول جنبيه، انا عاملاهم عشان انا اكل منه، هو عنده بتنجان تاني بيحبه اوكي. ده بتنجان عروس اهو، بتنجان عروس مش كبير على فكره، ده صغير جدا و يعني مستوي ايه على الهني كده. عملت فيه ايه، حطيته في كزرونه، شلت الاقماع بتاعته وحطيته في كزرونه، حطيت حوالي نص كوبايه ميه حوالي معلقتين زيت، وسبته على النار توطي عليه شويه وسيبيه تستوي براحته. هيستوي الميه هتتبخر هيشربها هو، وهيتبقى نقطتين زيت هتديله زي تحميره خفيفه كده. بطلعه وبعمل له الخلطه. الخلطه عباره عن ايه، عن هريسه اللي هي الفلفل الاحمر اللي مطحون ومتحيق ده، وتوم وليمون وكمون وشويه خل، وبتخليه بتحطيه بيبقى زي كده. مش عايزه اقول لك طعمه تحفه، احلى من المسلوق واحلى من المحمر. تمام. يبقى كده الاربع حاجات اللي عملناهم، الصلصه والكشري والبصل والسلطه والبتنجان. هتقولي لي هو الكشري بياكل جنب بتنجان؟ والله كل واحد حر في اللي هو ايه بيعمله. وادي الصلصه اهي جميله كده. الاكل كله خلص. هنعرف منين استوى، وممكن نطفي عليه اهو وهو بيستوي بعد كده على البخار. وادي الصلصه بمعلقتها، وادي الكشري بمعلقته، وادي البصل، وادي السلطه، وادي البتنجان. وبالهنا والشفا للي هياكل، بالهنا والشفا اللي هيحاول يعملها. بصراحه حلوه جدا وموفره جدا. بتعمليها في البيت، بتجيبي علبه الكشري دلوقتي ب 40 وب 50 جنيه. يعني لو عملتيها لعيالك هتبقى كويسه جدا جدا جدا، حتى لو انتوا نفرين. ايام اللي بنعمل فيها اكل خفيف هنعمل فيها حاجات من دي. بالهنا والشفا. اتمنى تشوفوا الفيديو ان شاء الله وتتفرجوا عليه وتدوسي لايك وشير عشان يوصلك مني كل جديد. وادخلي على صفحتي على اليوتيوب وعلى التيك توك، وصفات ونصايح منى بالياء، نصايح بالياء. باي باي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بعمل كشري الحله الواحده. بنفصل شويه بقى ان كان فراخ ولا لحمه ولا مفيش. بفصل شويه واعمل حاجه تكفي ايه اليومين الاخره من الشهر. دي صلصه عباره عن توم وتوابل وقوطه، وبتتسبك، ما تتسبكش تقيله قوي. لما بتتقل قوي بتبقى فيها مزازه. ممكن احط لها رشه سكر على فكره واسيبها. تمام. هنا معلش البخار عمل شويه. دي حله الكشري اللي انا عاملاها، يا دوبك اتشربت وهقلبها تقليبه حلوه واجيبها. عملنا دي ازاي؟ عملنا زي ما قلنا هنعمل. بحمر الشعريه واحط عليها الرز واحمره، وبعد ما احمرها بحط المكرونه الرفيعه عليها واحمرها تحميره. وبعدين العدس عندي كنت نقعاه من بالليل فغسلته وصفيته وحطيته، حتى هنحس انه ايه مش مهري، يعني الحبايه بحبايتها. والله ما شايفه العدس مرزقها اهي، الحبايه صحيحه بس بصوا تدوسي عليها بتتهري.
لما بيتنقع احسن ما بيتسلق على فكره. وبعدين بضيف اللهم صل على النبي، احسن بضيف المكرونه الاسباجيتي واقلب. يبقى بحمر الشعريه وبشوح الرز معاها كاني بعمل رز عادي، واحط شويه مكرونه من رفيعه ولا من الوسط، واقلب كويس قوي. تمام، هقلب كويس كويس. معلش البتاع كانت مشبره. وبعدين بكسر الاسباجيتي، مش طويله قوي لان بتزهقك وهتفضل تقع من الحله وتنط من الحله كل شويه. وبعدين بسقيها، ميتها اقل من الرز لان المكرونه مفرغه فبتاخد مكان كبير. بتغلي اول غلوه وبوطي عليها وبسيبها تستوي كويس. نيجي هنا، حمرنا البصل اهو، حمرت بصل كتير للنهارده وبكره. في حاجه تانية بعملها جنب الكشري اللي هي سلطه، كنت انا اكلتها في محل في الدقي وكانت عجبتني قوي جنب الكشري، بينزلوها جنب الكشري في محل مشهور في الدقي. عباره عن طماطم وفلفل رومي وفلفل حامي، وبتحط تعصري ليمونه، تحط شويه كمون وشويه ليمون وشويه خل، كمون وليمون وخل وطماطم وفلفل نوعين. جيت هنا عملت شويه البتنجان دول جنبيه، انا عاملاهم عشان انا اكل منه، هو عنده بتنجان تاني بيحبه. اوكي، ده بتنجان عروس اهو، بتنجان عروس مش كبير على فكره، ده صغير جدا و يعني مستوي ايه على الهني كده. عملت فيه ايه، حطيته في كزرونه، شلت الاقماع بتاعته وحطيته في كزرونه، حطيت حوالي نص كوبايه ميه، حوالي معلقتين زيت، وسبته على النار. توطي عليه شويه وسيبيه تستوي براحته. هيستوي، الميه هتتبخر هيشربها هو، وهيتبقى نقطتين زيت هتديله زي تحميره خفيفه كده. بطلعه وبعمل له الخلطه. الخلطه عباره عن ايه، عن هريسه اللي هي الفلفل الاحمر اللي مطحون ومتحيق ده، وتوم وليمون وكمون وشويه خل، وبتخليه بتحطيه بيبقى زي كده. مش عايزه اقول لك طعمه تحفه، احلى من المسلوق واحلى من المحمر. تمام، يبقى كده الاربع حاجات اللي عملناهم، الصلصه والكشري والبصل والسلطه والبتنجان. هتقولي لي هو الكشري بياكل جنبه بتنجان؟ والله كل واحد حر في اللي هو ايه بيعمله. وادي الصلصه اهي جميله كده. الاكل كله خلص. هنعرف منين استوى، وممكن نطفي عليه اهو وهو بيستوي بعد كده على البخار. وادي الصلصه بمعلقتها، وادي الكشري بمعلقته، وادي البصل، وادي السلطه، وادي البتنجان. وبالهنا والشفا للي هياكل، بالهنا والشفا اللي هيحاول يعملها. بصراحه حلوه جدا وموفره جدا. بتعمليها في البيت، بتجيبي علبه الكشري دلوقتي ب 40 وب 50 جنيه. يعني لو عملتيها لعيالك هتبقى كويسه جدا جدا جدا، حتى لو انتوا نفرين. ايام اللي بنعمل فيها اكل خفيف هنعمل فيها حاجات من دي. بالهنا والشفا. اتمنى تشوفوا الفيديو ان شاء الله وتتفرجوا عليه وتدوسي لايك وشير عشان يوصلك مني كل جديد. وادخلي على صفحتي على اليوتيوب وعلى التيك توك، وصفات ونصايح منى بالياء، نصايح بالياء. باي باي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بعمل كشري الحله الواحده. بنفصل شويه بقى ان كان فراخ ولا لحمه ولا مفيش. بفصل شويه واعمل حاجه تكفي ايه اليومين الاخره من الشهر. دي صلصه عباره عن توم وتوابل وقوطه، وبتتسبك، ما تتسبكش تقيله قوي. لما بتتقل قوي بتبقى فيها مزازه. ممكن احط لها رشه سكر على فكره واسيبها. تمام. هنا معلش البخار عمل شويه. دي حله الكشري اللي انا عاملاها، يا دوبك اتشربت، وهقلبها تقليبه حلوه واجيبها. عملنا دي ازاي؟ عملنا زي ما قلنا هنعمل. بحمر الشعريه واحط عليها الرز واحمره، وبعد ما احمرها بحط المكرونه الرفيعه عليها واحمرها تحميره. وبعدين العدس عندي كنت نقعاه من بالليل، فغسلته وصفيته وحطيته حتى هنحس انه ايه مش مهري، يعني الحبايه بحبايتها. والله ما شايفه العدس من رزقها اهي، الحبايه صحيحه بس بصوا تدوسي عليها بتتهري. لما بيتنقع احسن ما بيتسلق على فكره. وبعدين بضيف اللهم صل على النبي، احسن بضيف المكرونه الاسباجيتي واقلب. يبقى بحمر الشعريه وبشوح الرز معاها كاني بعمل رز عادي، واحط شويه مكرونه من رفيعه ولا من الوسط، واقلب كويس قوي. تمام، هقلب كويس كويس.